جمعة طيبة عليكم. بدي أعمل اللوز، ونفس الزيت هذا بدي أعمل فيه شغلة ثانية. نحمص اللوز أولا، نطبخ رز وبازيلا. اللوز نفس الزيت، حطيت بازيلا وجزر وشوية زيت، يعني هن نفسهن أحوسهن وأحط عليهن بودرة بصل وبودرة ثوم. أعمل رز وبازيلا، يعني مش أوزي لأنه اللي عندي ما بيحبوش اللحمة المفرومة. في ناس يعني ضيوف عندي بيحبوش اللحمة المفرومة اللي أحط على الوجه، يعني فعشان هيك بدي أحطها مع الرز. حطيت هون بودرة مرق، وحطيت بودرة ثوم وبودرة بصل. طبعا أنا بدي أسلق الدجاج وحاطة بهارات، بورجيكم بهارات هيل وقرفة وقرنفل وفلفل أسود وبهار مشكل وأشياء كثير، وبودرة مرق وملح وثوم وبصل. جمعة طيبة عليكم. صحينا الصبح، شربنا الشاي، أكلنا بسكوت، قرأنا سورة الكهف، بعدين عملنا فطور بيض، وكان عندنا عدة صلالة من امبارح، خلينا بطاطا حطينا من هالبيت مقبلات، حمدنا رب العالمين. الآن نظفنا الدجاج. هاي حطيت هون هيل وقرفة، وحطيت بودرة مرق، وحطيت ملح، وحطيت قرنفل، وحطيت بودرة بصل وبودرة ثومة وبصل طازة يعني، وبهار مشكل، وايش كمان حطيت، وفلفل اسود. اطبخ رز وبازيلا وجزر. يعني كنا زمان احنا نحوس لحمة مفرومة ومعها بازيلا وجزر ونحط على الوجه ونحط لوز. لكن الضيوف اللي عندي ما بيحبوش اللحمة المفرومة، بيحبوش اللحمة اصلا. يعني انا عندي لحمة ممكن اعمل، بس حكيت خلاص بحط الرز والبازيلا مع بعض. حطيت هون بازيلا وجزر، حطيت بودرة مرق، بودرة بصل، وحطيت هون ما بقدرش احط يعني بهارات لانه انا حاطه بهارات هون، وانا بدي انقع رز طويل ورز قصير. بدي انقع رز طويل ورز قصير مع بعض، اخلط وبعدين بحط الرز والبازيلا، الرز على البازيلا والجزر، وبنعمل جنبهن دقوس. وممكن انا الي خيار بلبن، لاني انا ما باكل دقوس، ما بقدرش، حار اولا وفي صلصه، يعني بندوره قصدي. جمعه طيبه عليكم، وادعوا لانفسكم، صلوا على النبي. سامحوني على الفيديوهات القصيره، يعني انا بصور اكثر من اللي بتشوفوه لكن بلغيه، لاني لما باجي امنتج كله بيروح، ببطل يعني، فبكون مصوره وحاكيه، وانا بتعرفوا حكي كثير، يعني لساني يضل يحكي، فكله يا خساره بيروح. ان شاء الله هاي المساحه مشكله، مش راح تزبط. حطيت كوبين من الرز القصير، انا بدي اخلط طويل وقصير، بدي اروح اجيب كمان كوبين من الرز الطويل. نصيحه مني، في اكلات بتخلطي بيطلع لذيذ ومفلفل. هاي حطيت رشه ملح. هون كوبين من الرز القصير، بدي اجيب كمان طويل. بدي اعمل خيار بلبن، فرمت خيار وفرمت ثومه، حطيت رشه ملح. بدي اسن شويه لبن، يعني اخفق شويه لبن واحطهن، وبعدين احط رشه نعناع ناشف. الباقي البيت بده يعمل دقوس، فلفل حار وفلفل غزال حلو، وبنحط ثومه وبندوره وليمون وخل للدقوس. عملت صحن خيار بلبن. انا ما بحبوش يكون ناعم مبروش مرش، بحب يكون خشن. هاي حطيت عليه نعناع ورشة ملح، وذقته لذيذ الطعم. بارد. الدقوس بيعمل لي حموضة. جمعة طيبة عليكم. هاي الدجاج بغلي، ما شايفين احلاه. بنذوق الطعم. ننقع الرز، عملنا لوز، وعملنا البازيلا، وضايل نعمل دقوس، وعملنا خيار بلبن، وضايل ننقع الرز ونحمر الدجاج، ونعمة وفضل من رب العالمين. جمعة طيبة عليكم. جمعة طيبة عليكم. هاي سلقت الدجاج، حطه على الشواي، خليت عليه شوية شوربة عشان يضل طري. وهاي الشوربة بدي أصفيها، وبس يقرب الغدا ننقع الرز ساعة كاملة ونكمل طبختنا اليوم. رز وبازيلا لذيذة، جنبها دقوس، أو تحطي جنبها خيار بلبن، طبعا مقبلات، بصل، فجل، خلالات، اللي بدك إياه. جمعة طيبة عليكم.